صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. الجماهير العربية ألف ألف مبروك بفوز المغرب. والله أنا كنت بشجع المغرب كأن النادي الأهلي بيلعب الحقيقة. يعني لا، هو طبعا مفيش حد زي النادي الأهلي طبعا في التشجيع، بس يعني قريب قوي من التشجيع كان النادي الأهلي، وكنت مع كل هجمة وزي كل العرب تقريبا اللي كانوا بيشجعوا المغرب اللي رفعت راسنا للسماء. إنجاز تاريخي للمغرب، للوطن العربي كله. الإنجاز ده مش للمغرب بس ولا لشعبها بس ولا لمنتخبها، ده لينا كلنا. الحلم بقى، الحلم إن احنا ننتصر على الغرب في مجالات كتيرة، وهم اللي يبقوا بيبصوا لنا نظرة. هم لازم نظرتهم إنها تتغير، هم بقى اللي بيبصوا لنا على إننا عظماء يعني. يمكن لحد دلوقتي مش عارفين نعملها إلا في الرياضة. أتمنى بعد كده تبقى على كل المستويات يا رب وكل الأصعدة. قطر شرفتنا جدا جدا جدا. آه، كان ليها الكلمة العليا في تنفيذ كل طلباتها وكل رغباتها وكل أوامرها. في ادت مظهر رائع للوطن العربي كله. عرفت العالم ان احنا مش العرب اللي هم فاكرينهم، اللي هم الجمال والناس المتعصبة وال والحاجات السيئة جدا اللي للأسف يعني ثبتت في عقولهم. مش بس من عندهم، من بلادهم الأوروبية أو من كده، لا للأسف، وطلعت من بعض العرب عندنا يعني. فالحمد لله، ألف ألف مبروك للمغرب، مبروك لكل الناس اللي اشتغلت على النجاح ده. مبروك لاتحاد الكرة المغربي. أنا كنت ضد طبعا رئيسه وضدهم ساعة موضوع النادي الأهلي ده. مع الوقت اكتشفت إن الناس دي كانت بتشتغل لمصلحة بلادها. يعني الاتحاد المغربي اشتغل مع كل الأندية بلا تعصب بلا انتماء. ما بيطلعوش نادي وعايزين يهبطوا نادي. مش عايزين مش ما عندهمش نادي ناجح فبيحاولوا يخلوه يبقى فاشل، والفاشل يخلوه يبقى ناجح. هم عايزين كل الأندية عندهم تبقى حاجة واحدة، تبقى كلها ناجحة. فالحقيقة الراجل مش هو اللي غلطان. الكارثة عندنا احنا. يعني لو في يعني أي حد بيتآمر على بلدك أو بيتآمر على نادي في بلدك، أنت لما تساعده يبقى الخيانة جاية من المغرب ولا جاية من عندنا؟ مش جاية طبعا مش من عندهم ولا من الاتحاد الافريقي اللي خبوا الجواب، واللي اتستروا على اللي خبوا الجواب، واللي ادوا الامر باخفاء الجواب عشان الاهلي ما ينظمش النهائي ويكسب البطوله ثالث مره. النادي الوحيد اللي مشرف القاره كلها للاسف بيتم محاربته من الداخل مش من الخارج. الناس دي كلها اشتغلت لصالح بلادها. انا الحقيقه وليد الركراكي، سيفان، اسفه، سفيان، بنون، حكيمي، انا مش عايزه انسى كل لاعيبه المغرب. عظماء ادوا درس في الوطنيه، في الانتماء، في انكار الذات، في بر الوالدين. يا على صورهم مع امهاتهم واهاليهم، ايه الجمال بالعظمه دي. فعلا لا 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 لا. فكر احنا خدنا افكار جديده عن قطر، عن المغرب. ابتدينا يعني شفنا حاجات جديده. فبجد بجد اللي بتعملوه المغرب في بطوله كاس العالم شيء اعجاز. الف الف مبروك والله العظيم. سعادتي بيكم غير عاديه. اتمنى تحقيق الحلم. الحلم مش مستحيل يا وليد. الحلم، وانت قلت لازم يتغير بقى التفكير ويتغير العقل العربي. الحلم لسه متاح. تكسبوا فرنسا، تونس كسبتها، تكسبوهاش ليه؟ تكسبوا فرنسا ان شاء الله وتصعدوا تاخدوا كاس العالم. ويا على احلى حلم يبقى اول كاس عالم عربي في اول تنظيم عربي. يا انت فعلا هتنقلوا الوطن العربي في مكان تاني على الاقل، بس بقول رياضيا حاليا يعني. فانا بجد فرحانه بيكم جدا. انتوا ناس اشتغلت لوطنكم، ما طلعتوش تهللوا بس في الاعلام يحيى المغرب والكلام يعني الاستهلاكي. انتوا الوطنيه عندكم ترجمتوها. مش بنطلع عشان نقول كلام وخلاص. والغريبه يا اخي سبحان الله، ان نفس الناس اللي هم افشلوا الكوره في مصر وافسدوها طالعين على الشاشات هم واعلامهم وبيتكلموا على عظمه المغرب واللي عملته المغرب. انتوا مش مكسوفين؟ انتوا البجاحه بتتكسف منكم، البجاحه بتخجل منكم. بس احنا تطور ايه اللي احنا عايزينه؟ ده حضرتك بيجيبوا حد يعني فشل يقنع جمهوره انه يستمر في الملعب واعتذر بناء عن قرار من جمهوره. هو اللي مشرف على كل حاجه، وهو اللي بيدير المنظومه، وهو اللي المفروض ينجح المنتخبات. انا والله العظيم ما انا فاهمه.
ويبقى طبيعي ان احنا ما ننجحش يعني. تاني ألف ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للشعب المغربي، للاعبين أنجزتم. يعني ربنا يبارك فيكم بصراحة يعني. فللأسف احنا عندنا منظومة عكسكم تماما، احنا عندنا منظومة كل هدفها ازاي الأهلي يفشل، ننجح حد مش ناجح أو فاشل، بالتزوير بالتحكيم بأي حاجة، بدل ما ناخد تجربة النادي الأهلي العظيمة دي ونطبقها على المنتخبات ونطبقها على الأندية ونشوف الأهلي نجح ازاي فكل الأندية تنجح بنفس الطريقة. لا، ده احنا عايزين الأهلي يفشل بنفس طريقة الناس التانية. سبحان الله، يعني مش هم اللي ينجحوا على طريقتنا، لا احنا عايزين الأهلي يفشل بطريقتهم، وإن شاء الله ده مش هيحصل. هي سياسة النفس الطويل، احنا وراكم الزمن طويل، انتوا عمالين تجروا وتعملوا ياما ناس حاربوا النادي الاهلي، هم فين؟ مش موجودين. الاهلي بس هو اللي موجود، الكيان لسه قائم. اللي كانوا بيقودوا الكيان ما بين ناس براه او ناس ماتوا، او يعني هم دلوقتي عند ربنا، كلهم اخلصوا، وكل واللي بس مراحل وخلصت، بيظل النادي الاهلي الكيان العظيم قائم زي ما هو مهما حاولوا. بقول لكم كان غيركم اشطر. صعب انكم تكسروا النادي الاهلي، وان شاء الله مش هيحصل. جمهور النادي الاهلي ما بيزهقوك في الدخول وبياخدوا تخيل حضرتك عايزين ينظموا كاس عالم وهم ما بيدخلوش جمهور. لا، وهم بيقولوا على التكسير والسباب في ماتشات الزمالك انه حماس زائد، مش شغب، ده حماس. وبياخدوا الاعلام من النادي الاهلي، دول عايزين ينظموا كاس العالم بانه عقليه، عايزين تنظموا كاس العالم بانه منطق، بانه ملف، يعني إيه اللي هتحطوه في الملف وانتوا بتقول تقدموه عشان تنظموا كاس العالم؟ هتقولوا لهم ايه؟ احنا ما نعرفش نفرق ما بين الشغب وال وال الحماس؟ ولا لا لا، بس انتوا بتعرفوا تفرقوا الشغب. تتهموا بيه النادي الاهلي زور وتقولوا ان هو شتم طب في ماتش طلائع الجيش جمهور الزمالك شتم، النواب بتوع النادي الاهلي فين؟ هو مش نواب بورسعيد اشتكوا وقالوا ان الاهلي شتم في ماتش المصري وده ما حصلش جمهور الاهلي؟ طب انتوا فين؟ يعني المراقب بتاع المباراه فين؟ كابتن عماد متعب، انت معانا على الارض، انت موجود حضرتك؟ بركات والدرندله، انا خلاص تعبت من الكلام اصلا عليكم، انتوا احرار يعني، الا يعني للاسف يعني. والله العظيم يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه بجد، اللي عايز لو انتوا عايزين بامانه جواكم، عايزين المنظومه تنجح، قدامكم حل واحد بس: اداره النادي الاهلي. واللي اشتغلوا في اداره النادي الاهلي، اللي اشتغلوا في اداره النادي الاهلي بضمير، مش هتكلم على اللي معاكم دلوقتي، اللي اشتغلوا في اداره النادي الاهلي بجد، اللي اتربوا جوه النادي الاهلي، اللي عارفين يعني ايه وطنيه، يعني ايه اخلاص، يعني ايه تفاني، يعني ايه عمل جماعي، يعني ايه نجاح، يعني ايه نمبر 1، يعني ايه انت تبقى دايما نمبر 1، انت تبقى المركز الاول. عمرك ما تجيب حد عاش حياته كلها واخد على انه هو وصيف وتقول له والنبي انا عايز ابقى نمره واحد، مستحيل. هو عقليته خدت على المكان ده، على ان اقصى طموحه التمثيل المشرف او ابقى احتفظ بالمركز التاني. لما تجيبوا الناجحين، تجيبوا الناس اللي فعلا عقليتها دايما في البطولات والفوز والنجاح ودي مش هتلاقوها الا في النادي الاهلي. فاتمنى يعني لو في نوايا صادقه لتطوير الكوره، استعينوا ب... بالناس اللي فاهمه، مش بالناس اللي بتسمع الكلام، لان ده بيضر الكره المصريه جدا. يعني حسره الشعب المصري ده رغم فرحته جدا للمغرب وكانت لتونس وللسعوديه، وفرحته بتنظيم قطر، يعني يا جماعه الحسره دي جواها كسره. الانكسار اللي حصل عند الشعب المصري ده مع النتائج دي، يا ريت يا ريت يحرك فيكم حاجه، يعني يا ريت تتحركوا وتنقذوا الكره المصريه يعني. يلا، لنا ربنا ان شاء الله. النهارده في مباراه بين عيله مع الولاد العم يعني، الزمالك مع بيراميدز، ابراهيم نور الدين مع وحبيب بابي، يعني حاجه لطيفه جدا جدا النهارده، يعني مسرحيه لطيفه تقدروا تتفرجوا عليها وتستمتعوا بيها، جمهور الكره المصريه. يعني حاجه تنسيكوا حلاوه كاس العالم ونظافه وطهاره ورقي كاس العالم. اتفرجوا بقى على على الماتشات التانية. ان شاء الله باذن الله القادم هيبقى يا رب يا رب على الأقل على مستوى نادينا. احنا نادينا ماشي كويس جدا جدا. الإدارة عندنا الحقيقة الحمد لله من أعظم إدارات في العالم، إدارة محترفة فعلا. فأتمنى إن شاء الله إن القادم يبقى أفضل كتير للنادي الأهلي لمصر. أنا قلت يعني لو أنتوا عايزين فعلا إن الحياة تختلف، إن مين اللي ممكن يقود المسيرة يعني. ف معلش
جمهور النادي الاهلي، احنا بس ورا نادينا على طول. اوعوا تزهقوا، اوعوا تحزنوا، اوعوا تزعلوا، اوعوا تبطلوا تروحوا الملعب تاني. سياسة النفس الطويل، واحنا جمهور، احنا للاهلي مش بس جمهور، احنا شعب النادي الاهلي اللي هيحميه دايما، وهيفضل الاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟